السلام عليكم ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير. وسط جو مشحون تميز بالخصوص باعتداءات ضد صحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية، انطلقت اليوم أول جلسة من محاكمة عبد الحميد شباط المتابع قضائيا عقب الدعوى التي رفعتها ضده الشبيبة الاتحادية من أجل القذف بواسطة الصحافة في حق الراحل المهدي بن بركة. المحكمة الابتدائية بالرباط قررت إثر الجلسة إرجاء النظر في الملف إلى غاية 5 غشت المقبل، والتفاصيل في روبورتاج هادي متوكل. صافي ما تصورش اخويا ما تصورش. لم يكتفي أنصار القيادي الاستقلالي حميد شباط بمنع فريق القناة الثانية من تغطية أطوار المحاكمة، بل تعرض الزميل سفيان خليل لاعتداء شنيع إضافة إلى تكسير كاميرته، اعتداء طال أيضا زملاء صحفيين ومحامين. الضرب بدا على اثر الاستفزازات اللي قاموا بها مجموعه من الاشخاص اللي جاوا مرافقين للسي شباط، ربما ما عرفش من جهه جاو، وبالتالي تمت الاصابه ديال 4 ديال المحامين. هذه الاجواء المشحونه والمطبوعه بالعديد من الحوادث بدات شرارتها حسب دفاع السيد حميد شباط بتوتر بين هيئه الدفاع داخل القاعه لتتحول الى مواجهه داخل بهو المحكمه. في الحقيقه كان واحد النوع ديال الشنآن في البدايه، ولكن ما يمكنش تضبط شكون الطرف اللي هو كان السبب في هذا الشنآن، ولكن المحكمه بحكم التجربه ديالها حاولت تهدئه الاوضاع، ومرت المحاكمه داخل القاعه في واحد الجو هادئ، وتاخرت الجلسه لشهر 5/8، الا انه بعد المحاكمه وقعت بعض الشنآن بين بعض الزملاء وبعض المواطنين، والشيء اللي كنتاسفوا له في الحقيقه. النقابة الوطني للصحافة المغربية احتجت في بلاغ لها على الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون أثناء قيامهم بعملهم المهني. القناة الثانية إذ تدين بشدة هذا الاعتداء الصارخ والجبان على مصورها الزميل سفيان الخليل، وترفض رفضا قاطعا أي محاولة لمصادرة الحق في تنوير الرأي العام. تأمل أن يكون هذا التصرف استثناء في تعاطي بعض الساسة مع الإعلاميين، كما تهيب القناة بالجميع لتحمل مسؤوليته.